حتى لو ضيع 100 ضربة جزاء، كرة القدم وجدت ليلعبها رونالدو في سن 20 كان أو 30 أو زد لها 10 و20 من بعد ولا حرج. فما يسموه أنانية وحالة مرضية هو شغف لا يتقبله الكارهون، وتلك سنة الحياة في القلوب ولا مفر منها. عندما تأكد سقوط البرتغال بتاريخها وهيبتها وعاصمتها وكل ما تملك، خرج لهم حارس وظف قلة الأداب ضد السلوفينيين وحرمهم من هدف قاتل أنقذ به رأس بيبي، و3 ضربات جزاء عدل بهم من نهاية مشوار الدون وبعثه ليكون أفضل. إني أظن هذا الفتى أفضل كاتب سيناريوهات يمكن أن تعتمد عليه هوليوود في أعمالها. رونالدو ضيع أحد أهم ضربات مسيرته، وكان من المنطق ألا يسدد من بعد، على الأقل ليس أولا، لكن الرجل صاحب مسؤوليات ويدرك معنى أن تقود الركب، فسدد وسجل، والبقية تعرفونها. البرتغال في ربع نهائي اليورو، هذه أكبر هدية يمكن أن تقدمها كرة القدم لمدللها كريستيانو رونالدو.